بيبدأ فيلم النهاردة لما بنشوف بطل الفيلم اللي اسمه مايكل واللي بيكون مهووس بشخصية سبايدر مان وبيحلم انه يشتري البدلة بتاعته. مايكل بيكون شخص طيب جدا، عشان كده أصحابه في المدرسة بيتنمروا عليه دايما. لكن مايكل بيكون كل اهتماماته بستيلا زميلته اللي بيكون معجب بيها جدا، لكنه للأسف مش بيكون عنده الشجاعة اللي تخليه يروح ويعترف لها بحبه ليها. عشان كده كل ما بيشوفها بيفضل يصورها بالموبايل بتاعه. وفي يوم من الأيام بتدخل عليهم محققة شرطة في الفصل وبتقولهم إن في 2 اختفوا من زمايلهم، وبتقولهم لو حد عرف أي حاجة بخصوص الموضوع ده لازم يبلغ الشرطة. وبعدها بنعرف إن المحققة دي تبقى والدة مايكل لما بتروح له وبتديله السندوتشات بتاعته اللي كان نسيها في البيت. عشان كده إيفان وبراندو أصحابه بيتنمروا عليه كالعادة وبيسخروا منه بعد ما شافوا مامته بتديله السندوتشات بتاعته، وكمان بيدخلوا وراه التويلت وبيضايقوه بياخدوا منه الفلوس اللي كان شايلها عشان يشتري بدلة سبايدر مان. وبعدها بيجروا وراه وإيفان بيضربه ببندقية الألوان السايلة بتاعته. وبعد ما بيروح مايكل بيدخل على الأكاونت بتاع ستيلا وبيعرف إنها عاملة حفلة تنكرية في بيتها، فبيقرر إنه يروح الحفلة، لكن للأسف مش بيكون معاه فلوس كافية عشان يشتري بدلة سبايدر مان اللي كان بيحلم إنه يروح الحفلة بيها، فبيروح عشان يشتري بدلة على قد الفلوس اللي معاه. وفي الوقت ده صاحب المحل بيديله بدلة وبيقوله إن البدلة دي بتاعت بطل خارق وبتدي قوة خارقة للي بيلبسها. ولما مايكل بيرجع البيت وبيلبس البدلة بيتضايق لأنها مش بتعجبه، لكن مامته بتقنعه بيها وبتقوله إن شكلها جميل عليه، فبيروح الحفلة وأصحابه كلهم بيكونوا موجودين هناك. وبعدها بيشوف ستيلا وبيتكلم معاها وبتبدأ ستيلا تستلطفه، لكن في الوقت ده أصحابه بيشغلوا التلفزيون وبيعرضوا الفيديوهات اللي كان مايكل مصورها لستيلا. عشان كده ستيلا بتتضايق جدا وبتسأل أصحابها مين اللي صورها الفيديوهات دي، فأصحابها بيقولوا لها إن مايكل هو اللي صورها، فبيحرج مايكل جدا من نفسه وبيجري وبيدخل الحمام وبيقفل على نفسه. وفي الوقت ده مايكل بيتمنى إنه يختفي زي الأبطال الخارقين، وفي خلال لحظات بتقطع الكهرباء، وفي الوقت ده بيقدر يهرب مايكل من شباك الحمام ويروح بيته. وتاني يوم بيصحى مايكل وبيقلع بدلته وبيروح الحمام عشان ياخد الشاور بتاعه، وبعدها بيروح يغسل سنانه وفجأة مش بيشوف نفسه في المراية، فبيتصدم وبيروح بسرعة على أوضته وبيقلع هدومه وبيقف قدام المراية، وساعتها بيتأكد إن جسمه اختفى بالكامل. وفي الوقت ده مامته بتدخل الأوضة بتاعته ومش بتلاقيه، لكن طبعا هو بيكون شايفها وهي بتدور عليه، عشان كده بيكتب لها ورقة عشان يعرفها إنه راح المدرسة بدري. وبعدها بيلبس هدومه وبياخد العجلة بتاعته عشان يروح المدرسة. وبعد ما بيوصل بيشوف إيفان صاحبه هناك فبيقرر ينتقم منه، عشان كده بيقلع هدومه عشان يختفي ويقدر يدخل المدرسة بدون ما حد يشوفه. وفي الوقت ده بيكون في شخص واقف من بعيد وبيشوف مايكل وهو بيقلع هدومه، وأول ما بيدخل الفصل بتاعه بياخد البندقية بتاعت إيفان وبيضرب بيها على المدرسة وبعدها بيسيبها جنب إيفان، فطبعا الموضوع بيلبس في إيفان والمدرسة بتفهم إن هو اللي عمل كده. وبعدها بيروح لبراندو اللي بيكون عنده ماتش تنس مهم وبيقدر يشتت انتباهه ويخليه يخسر الماتش. وبعد كده بيروح وبيجيب ورقة الامتحان بتاعته اللي كان سايبها فاضية وبيبدأ يكتب فيها كل الإجابات. وبعدها بيروح حمام البنات وطول الوقت بتكون عينه على ستيلا. وبعد لحظات صاحبة ستيلا بترمي البشكير بتاعها على كرسي جنبها، ولسوء الحظ بيكون مايكل قاعد على الكرسي ده، وبمجرد ما جسمه بيتغطى بيبدأ يفقد القوة الخارقة اللي عنده وجسمه بيظهر. وفي الوقت ده واحدة من البنات بتروح لمايكل وبتشيل البشكير عشان تعرف مين اللي تحته، وفجأة كلهم بيصرخوا بعد ما بيلاقوا مايكل قاعد عريان قدامهم. عشان كده مامة مايكل بتزعل جدا من اللي مايكل عمله، وأثناء عتابها ليه بيجيلها تليفون من الشرطة اللي بتبلغها إن في طفل اختفى، وكمان بيبلغوها إن الطفل ده ساب رسالة لأهله بيقول لهم فيها إنه مش عايز حد يدور عليه وإنه عايز يعيش حياة مستقلة. عشان كده تاني يوم بتبعت الشرطة طبيب نفسي للمدرسة عشان يوعي الأطفال عن ضرورة الأهل والأسرة. وأثناء حديثه مايكل بيلاحظ إن إيده بتختفي، فبيخبي إيده وبيهرب من الفصل قبل ما أي حد يلاحظ حاجة. ولما بيروح مايكل بيلاقي أخته قاعدة في الأوضة بتاعته وبتشوفه وهو بيختفي، فبتصرخ بصوت عالي، لكن مايكل بيسكتها وبيحكي لها القصة كلها، فبتتأكد أخته إن مايكل بقى بطل خارق. وبعدها بيقلع مايكل هدومه وبيروح جنب مامته اللي بتكون بتتكلم في التليفون ومش شايفة مايكل، عشان كده بتتكلم براحتها، ومايكل بيعرف من كلامها إنها مش أمه الحقيقية وإنها متبنياه. فبيتضايق مايكل وبيسيب البيت وبيمشي وبيروح يقعد على المرجحة اللي جنب البحر، وهناك ستيلا بتكون واقفة، ولما بتشوف المرجحة بتتحرك لوحدها بتعرف إن في حد بيحركها، عشان كده بتروح بسرعة وبتقعد على المرجحة اللي جنبه وبتبدأ تتكلم معاه. فمايكل بيقول لها إنه ملاك وبيبدأوا يلعبوا مع بعض، وستيلا بتكون مبسوطة جدا وبتطلب منه إنهم يتقابلوا تاني، وبعدها بتسيبه عشان تروح بيتها. وفي يوم تاني بيروح مايكل لبيت ستيلا بعد ما بيعرف إنها انجذبت له، عشان كده بتفتح له الباب وبتاخده على أوضتها.
وبعدها بتجيب بطانية لمايكل عشان بيكون بردان جدا. وفي اللحظة دي مايكل بيشوف إن جسمه بدأ يظهر، عشان كده بيسيب ستيلا وبيجري بسرعة وبينط من شباك أوضتها. وبعد ما بيروح مايكل بيحكي لأخته على اللي حصل وبيكون فرحان جدا. وبعد كام يوم بيقرر مايكل إنه يقول لستيلا على السر بتاعه، فبياخد نفسه وبيروح لها صالة الباليه اللي بتتدرب فيها. وفي الوقت ده بنشوف واحد بيراقب ستيلا من بعيد، وده بعد ما المدربة سابت ستيلا عشان تجيب القهوة بتاعتها. وبعدها بنشوف الشخص ده وهو بيخدر ستيلا بالسلاح اللي معاه. وفي اللحظة دي بيدخل مايكل صالة الباليه وبيشوف الشخص ده وهو بيخطف ستيلا، فبيجري مايكل وراه علشان ينقذ ستيلا وبيقدر يوقعه على الأرض، وكمان الكلب بتاعه بيقدر يعضه في إيده، لكن للأسف بيقدر يقوم وياخد العربية بتاعته ويهرب. عشان كده بيروح مايكل بسرعة اسم الشرطة وبيبلغ جيوفانا مامته باللي حصل، لأن هي اللي بتكون ماسكة القضية دي. وفي الوقت ده بنشوف ستيلا وهي في معمل مجهز وبيتعمل عليها أبحاث واختبارات كتير. وبعد كده ستيلا بتفهم إنهم عايزين يعرفوا إذا كان عندها قوة اختفاء ولا لأ، ولما بيتأكدوا إن ما عندهاش القوة دي بينزلوها في أوضة تحت الأرض. وهناك بتشوف 2 من أصحابها في المدرسة واللي كانوا اختفوا قبل كده، وكان أهلهم اعتقدوا إنهم بعدوا عن بيوتهم بإرادتهم، وده بعد الرسائل اللي وصلت لهم من ولادهم. وفي الوقت ده بنشوف مايكل وهو بيقرر يلبس البدلة عشان تديله قوة اختفاء أكبر ويقدر ينقذ ستيلا، لكنه بيعرف إن جيوفانا غسلتها وبيعتقد إن مفعول البدلة باظ، عشان كده بيتعصب جدا عليها وبيقول لها إنه عارف إنها مش مامته. فبتتفاجئ إنه عارف، وفي نفس الوقت بتزعل جدا لأنها بتحبه زي ابنها وأكتر. وبعدها بياخد مايكل العجلة بتاعته وبيروح عند البحر عشان يفكر إزاي هينقذ ستيلا. وهناك بيشوف الراجل اللي كان شافه قبل كده وهو بيقلع هدومه جنب المدرسة. وبعدها الراجل ده بيجيله وبيقوله إن قوة الاختفاء دي موجودة جواك والبدلة ملهاش أي علاقة. فمايكل بيسأله إزاي هو عارف عن قوة الاختفاء بتاعته، فالراجل بيعرفه بنفسه وبيقوله إن اسمه أندريا، وبيقوله إن هو أبوه الحقيقي، وبيقوله إن هو أخد قوة الاختفاء اللي عنده دي من والدته المتوفية. وبعدها بيحكي له قصته وبيقوله إنه كان عايش في روسيا، وفي الوقت ده كان في جنرال فاسد في الجيش الروسي وكان عنده ميليشيا خاصة اسمها الشعبة. وفي يوم من الأيام حصل انفجار نووي أثر على الحمض النووي بتاع ناس كتير، وده اللي تسبب في إن الناس دي يكون عندها قوة خارقة. عشان كده الشعبة بتاعت الجنرال سمت الناس دي مجموعة المميزين. وبعدها قدرت الشعبة إنهم ياخدوا كل الأفراد المميزين بالإكراه وبدأوا يعملوا عليهم أبحاث واختبارات كتير، وده عشان يعرفوا سر قوتهم الخارقة ويقدروا يطبقوها على أفراد الشعبة. وبيقولوا إن التجارب دي أثرت على المجموعة جدا وخلتهم يمرضوا، وكمان بيقولوا إن هي اللي تسببت في ضعف نظره. وبيقولوا إن هو كان واحد من المميزين لأن القوة الخارقة اللي عنده كانت بتخليه يقرأ أفكار الناس. وبيقولوا إنه اتعرف هناك على والدته اللي كان عندها قوة القدرة على الاختفاء، وبعدها اتجوزوا وخلفوا مايكل. عشان كده قرروا يهربوا بعد ما عرفوا إن الشعبة عايزة تاخد مايكل عشان يعملوا عليه أبحاثهم، وده لأنه كان أول طفل يتولد لأب وأم من أصحاب القدرات الخارقة. لكن الشعبة ما سابتهمش وراحت وراهم، عشان كده مامة مايكل سابت أندريا يهرب بابنها وقررت تضحي بنفسها وتقف قدام الشعبة عشان تعطلهم. لكن للأسف الشعبة خلصت عليها وكملوا في مطاردتهم لأندريا ومايكل. عشان كده قرر أندريا إنه يديه لجيوفانا اللي اتبنته، وده بعد ما قرأ أفكارها وتأكد إنها كويسة وبتحب مايكل. وبعدها بيديله بدلة وبيقوله إنها هتزود القوة الخارقة اللي عنده، وبيقوله إن البدلة دي كانت بتاعت مامتك، وبيقوله إن العلماء طوروها وخلوها تختفي مع اختفاء الجسم. وبعدها بيقوله يحافظ على نفسه لأن الشعبة بتدور عليه، وبيقوله كمان إنه هيقدر يوصله مجرد ما يحتاجه لأن عقولهم متصلة ببعض. وبعدها بيودعه وبيمشي. وبعد لحظات جيوفانا بتجيله وبتعاتبه عشان ساب البيت وبتطلب منه إنه ما يعملش كده تاني. وفي الوقت ده بيجيلهم الدكتور النفسي وبيعرض على جيوفانا إنه يوصل مايكل للبيت، فبتوافقوا. بعد ما بيوصلوا البيت مايكل بيسيب الدكتور تحت وبيطلع يلبس البدلة بتاعته. وفي اللحظة دي الدكتور بيدخل عليه وبيقوله إنه عايز يتكلم معاه. ولما بيقعدوا مع بعض الدكتور بيقدم بسكويت لمايكل، وساعتها مايكل بياخد باله إن في عضة كلب في إيده، فبيبدأ مايكل يشك إن الدكتور ده من الشعبة هو اللي خطف ستيلا. عشان كده بيقرر يهرب، لكن للأسف كل الأبواب بتكون مقفولة، لكنه بيقلع هدومه بسرعة وبيقدر يختفي في لحظات ويهرب بعدها من البلكونة. وفي اللحظة دي بيشوف إيفان بالسكوتر بتاعه، فبيركب معاه وبيقوله يجري بسرعة. فبيجري إيفان بالسكوتر لحد ما بيوصل لمكان مهجور، وبعدها بينزل وبيضرب مايكل لأنه مش بيكون مصدق إن ده مايكل فعلا. لكن مايكل بيظهر له وبيحكي له على كل حاجة. وفي الوقت ده بتقدر ستيلا واصحابها المخطوفين إنهم يخرجوا من الأوضة اللي محبوسين فيها، وبيكتشفوا إنهم محبوسين جوه سفينة. وبعدها بتقدر ستيلا إنها تدخل عند منارة السفينة وبترسم سمايل فيس وبتحطه على المنارة وبتبدأ توجه المنارة في السماء.
فلما مايكل بيشوف السمايل فيس اللي في السما بيفهم ان دي علامة من ستيلا، فبيخلي ايفان يجيب البندقية بتاعته وبياخده وبيروح عند السفينة. وبعدها بينجح ايفان انه يشتت انتباه الحراس ومايكل بيقدر يدخل جوه السفينة، وهناك بيشوف الدكتور النفسي وبيمشي وراه بعد ما بيعرف انه رايح لستيلا. وبعدها بيمسك مايكل طفاية حريق وبيضرب بيها الحارس وبياخد منه سلاحه وبيهدد الحارس التاني وبيجبره انه يفتح الأوضة اللي فيها أصحابه. وبعدها بيحبس الحراس في الأوضة وبيظهر نفسه لأصحابه عشان يطمنهم. وقبل ما يخرجوا من السفينة ستيلا بتقول لمايكل إن في واحد مسن محبوس في الغواصة اللي تحت السفينة ولازم يخرجوه. عشان كده بيسيب مايكل أصحابه وبيدي السلاح اللي معاه لستيلا وبيخفي نفسه وبينزل معاها للغواصة. وأول ما بيوصلوا هناك ستيلا بتقول لمايكل يظهر نفسه، وبعد ما مايكل بيظهر نفسه بترفع ستيلا السلاح في وشه وبتقوله إنها مش ستيلا. فبيستغرب مايكل جدا من تصرفات ستيلا، وفجأة بيلاقيها بتقع على الأرض. وفجأة بيظهر الراجل المسن وبيقول لمايكل إن اسمه المخلب، وبيقوله إن هو اللي كان متحكم في دماغ ستيلا، وكمان بيقوله إن هو اللي سيطر على دماغ الدكتور النفسي وخلاه ينضم ليهم ويخطف ستيلا. وبعدها بيحاول يقنعه إنه يروح معاه روسيا عشان يعملوا عليه أبحاثهم هناك، لكن مايكل بيختفي وبيهاجم كل الموجودين، لكن المخلب بيهدده إنه هيقتل ستيلا لو ما ظهرش نفسه، وكمان بيوعده إنه هيحط ستيلا في الكبسولة اللي جوه الغواصة عشان ترجع بأمان. عشان كده بيظهر مايكل نفسه. المخلب بيأمر رجالته انهم يفصلوا الغواصة اللي هم فيها عن جسم السفينة، وفي الوقت ده أندريا بيعرف مكان مايكل عن طريق التخاطر، عشان كده بياخد جيوفانا وبيروح عند السفينة. وبعد ما بتدخل جيوفانا للسفينة بتشوف أصحاب مايكل هناك، وبعدها بتشوف الدكتور النفسي وبتهدده عشان يقولها على مكان مايكل، لكن أندريا بيقولها انهم لازم يمشوا لأن مايكل اتحرك من السفينة. وفي الوقت ده بيشوف مايكل رجالة المخلب وهما بيحطوا ستيلا جوه الكبسولة عشان يخرجوها من الغواصة، فبيغضب مايكل جدا وبتخرج منه طاقة بتدمر كل حاجة في الغواصة، وبيدخل بسرعة لستيلا في الكبسولة وبيفصل الكبسولة عن جسم الغواصة. وأخيرا بتوصل الكبسولة لسطح البحر وبيتكتب لهم عمر جديد. وبعد ما بيخرجوا من المية بيبدأ مايكل يبهر أصحابه والموجودين بالحركات الخارقة بتاعته، لكن لما أندريا بيشوف كده بيحذره وبيقوله إنه ما ينفعش يستعرض بحركاته دي قدام الناس. وبعدها بيقدر أندريا إنه يدخل على ذاكرة الناس اللي هناك ويمسح كل اللي شافوه، والدكتور النفسي وجوفانا بيكونوا من ضمن الناس دي، عشان كده مش بيقدروا يتذكروا أي حاجة لما بتستجوبهم الشرطة عن الطريقة اللي رجعوا بيها الأطفال. لكن في النهاية بتنسب الشرطة الفضل لجيوفانا عشان يقفلوا ملف القضية قدام الرأي العام. وبعدها بيرجع مايكل لمدرسته وأصحابه بيرجعوا يتنمروا عليه من تاني، وده لأنهم بيكونوا ناسين كل اللي حصل، لكن مايكل بيقف قدامهم بكل ثقة وبيقدر يفرض شخصيته عليهم. وبعدها بيشوف ستيلا اللي بتكون مش فاكرة أي حاجة من اللي حصلت، وبيتجرأ وبيروح لها وبيقول لها إنه معجب جدا بيها، وكمان بيتأسف لها وبيقول لها إنه عشان كده كان بيصورها وإنه ما كانش في نيته أي حاجة وحشة، فبتسامحه ستيلا وبتبدأ تبادله نفس الشعور. وكده بيخلص الفيلم. وفي النهاية ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات، ولو عجبك الفيلم ياريت تدعمنا بلايك، وما تنساش تشترك في قناتنا عشان يوصلك كل جديد، ونشوفكم المرة الجاية.